يلا نقول لها باي باي. اولا لو انت مش متاكده 100% من طريقه فك المروحه بتاعتك ما تفكيهاش ونضفيها من بره بس. لو عندك مروحه زي دي بالظبط الفيديو هيفيدك، علشان انا بتكلم على المروحه دي تحديدا. قبل كده كنت بفك الجزء اللي قدام بس، وكنت منزله فيديو قديم بطريقه تنظيفها، بس الانستجرام شال الاوديو انا ما اعرفش ليه، وحد منكم كان قايل لي في الفيديو ده ان كمان الجزء اللي ورا بيتفك وبيسهل تنظيفها قوي. فالمره دي بقى فكيت ولقيت ان الموضوع سهل جدا، هما كام مسمار كده بيتفكوا، ولو مش هتحافظي على المسامير دي زي عينك بلاش تفكيها احسن. الجزء اللي ورا لما اتفك خلى تنظيف الريش اسهل بكتير، بدل ما كنت بعاني علشان اوصل لها من قدام. والاجزاء اللي بتتفك باي منظف وفرشه كده في التويلت وشويه ميه بيبقوا زي الفل بمنتهى السهوله. بسيبهم يصفوا تماما لازم ينشفوا جدا 100%، واركبهم تاني. وطبعا بمسح كل الاجزاء الخارجيه كده من بره، والشراب صديق الصدوق ده بيساعدني جدا في الموضوع ده. ولمحبي الحسوكه ممكن تستخدموا خله الشيش طاووق كده للتفاصيل الصغيره دي. وبس كده بنرجع كل حاجه مكانها وبتكون جاهزه ان شاء الله لاستقبال صيف جديد. بس انا بقى بحب اغطيها كده واشيلها تحت السرير عشان ما تفضلش شغاله لي مكان، وكمان ما تلمش تراب على مدار السنه. قولوا لي بقى انتوا بتشيلوها تحت السرير ولا بتغطوها بكفر ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اعملوا سيف وابعتي الفيديو للي عندها نفس نوع المروحه دي.